المصري في مباراة الإسماعيلي الأخيرة الحقيقة كان أداء راقي جدا ومشرف جدا لبورسعيد كلها. الله يخليك يا فندم، الله يخليك، شكرا جزيلا. قول لي بقى، أنت كنت حضرتك عايز تتكلم عن قصة هاني سعيد ومسألة التجديد لعقود اللاعبين هاني سعيد وعبد السلام النجاح وبعض اللاعبين. احنا كنا كابتن محمد عملنا بيان من حوالي 3 أسابيع. نعم. ونادي الزمالك رد علينا رد قطعي ان نعم. هو لا يفاوض اي حد من لاعبتنا وهو الحاجات دي كلها. نعم. وانا احترمت جدا هذا البيان وقلت النادي الزمالك نادي محترم، وكان رد رئيس النادي رد واقعي جدا من رئيس محترم من نادي محترم. نعم. يعني كل الامور زي الفل. نعم. انا بس المشكله عندي الوحيده في هذا الكلام، انا بقول لك ان هذا الكلام غير صحي اطلاقا. هي محاولات من بعض الناس دعت استقرار الفريق فقط عشان الجمهور بكره يطلع ويقول كلام تاني. يعني فاهمني ازاي؟ انت عايز تقول غير صحيح ايه؟ ان الزمالك لا تفاوض مع هاني سعيد؟ انا بقول لك ان مفيش ابدا تفاوض حاليا، انا كنت هعرفه على طول. تمام. انا اكتر رئيس نادي يعني محاط بكل كبيره وصغيره عن الفريق بتاعه وعن اللعيبه بتاعته. تمام، يعني انت كده بتبرئ ساحه ابراهيم وحسام حسن الايام دي. هو طبعا بقول لك هو ما بيتصلوش، بس قال لك دي اشاعات طالعه علينا علشان بكره الجمهور يتخانق والحاجات دي كلها، زي ما حصل في موضوع احمد شديد الناوي. نفس الكلام برضه. احمد شديد الناوي برضه الجمهور كان زعل منه ومش عارف ايه، وده بيأثر في نفسيه اللاعبين. مين بيطلع؟ طب انت شايف الاشاعات دي بتيجي منين يا استاذ كامل؟ والله الله اعلم، انا مش مشكلتي ديت، لكن انا بقول لك انا دوري ان انا احارب هذه الاشاعات. هذه الاشاعات بتضر بالفريق، فانا بطالب من خلال برنامج سيادتك الشعبي جدا لكل بورسعيد بتشوفه، بقول يا جمهور النادي المصري ما تصدقوش هذا الكلام، لان ده في الاخر هدفه الوحيد هو الاضرار باستقرار الفريق والولاد يكونوا مش مركزين في المباراه. تمام. احنا كل تفكيرنا يا استاذ محمد التركيز في هذه المباراه والمباريات القادمه فقط. احنا نادي كره قدم ونادي ليه لاعيبته واللاعيبه بتوعه مرتبطين بعقود، وهذا الموضوع مفروغ منه. هاني سعيد لن ينتقل خارج النادي المصري، وأقول هذا كلام على مسؤوليته الشخصيه، لان انا عارف هاني سعيد مين، وعارف ان هو كان راح السنه اللي فاتت. نعم. السنه دي. نعم. يعني بدايه الموسم كان قال لهم بس هو ربما الناس بتتكلم او مسموح للناس تتفاوض على اعتبار ان عقده بينتهي بنهايه الموسم الحالي، وحتى الان ما فيش اي اعلان رسمي بالتجديد يعني. لا، هو اعلان رسمي بالتجديد. احنا هاني سعيد انا وعبد السلام نجاح دول بالذات انا بكتب معاهم بالكلمه، واتفقنا في البيت عندي ورينا الفتح مع بعض على التجديد، وان احنا اتفقنا. طب ايه اللي مأخر سيد كامل؟ ايه اللي مأخر التجديد او التجديد رسمي يعني طالما كل شيء متفق عليه؟ بعد المباراه هم كانوا مستعجلين عاوزين ينزلوا القاهره، وبعدين انا كنت ما كانش معايا عقود ساعتها ولا وانا كنت مسافر، فظروفنا مش ماشيه مع بعض. انا سافرت بعدها واتفقنا، فانا بقول لك الموضوع بالنسبه لنا منتهي، احنا هنجدد ان شاء الله. يعني اقول جمهور بورسعيد بيسمعنا دلوقتي، قول لهم التجديد الرسمي يبقى امتى؟ حضرتك شايف يبقى امتى؟ يعني بعد العيد ب4 5 ايام، بعد مباراه الزمالك بيومين 3 ايام. طب ده رائع جدا، والحفاظ على قوام النادي المصري مؤكد ان هو في النهايه مليون في المية. سعيد وعبد السلام نجاح مستمرين مع النادي المصري. تمام. احنا بنسمع كل يوم اشاعات ان احنا مع كل لعيبه مصر. تمام. طب عبد الله سيسي عقده ممتد لغايه امتى؟ هو عبد الله سيسي قدامه سنه غير هذا الموسم، يعني قدامه عقد لمده 2 معانا. تمام، ما فيهوش اي شروط جزائيه؟ لا خالص نهائي، هو انتقال رسمي هو ما عرفش حاجه عن الكلام ده. لو عايز رايي جدد له هو كمان 2 لان بالسنه الجايه تبقى العين عليه جامده. والله العظيم ده بيدل ان احنا يعني الحمد لله شغالين كويس جدا. طبعا واداء النادي المصري رائع جدا الحقيقه في الفتره الاخيره، حتى ان اصبح دلوقتي من ضمن المرشحين للفوز بالدوري، ونتمنى يا رب ده يحصل يعني. يا رب ان شاء الله. سيد كامل، انت حضرتك طلبت حكام اجانب لمباراه الزمالك القادمه؟ طلبت حكام اجانب، وكان هذا اتفاق مع الكابتن حسام من البدايه، ان انا مباراه الاهلي والزمالك خارج بورسعيد اطلب فيها حكام اجانب عشان حاجه واحده بس. عشان ما يحصلش بص، وما يعني ماتش الاهلي اللي فات دخل فينا بورسعيد اللي هو كان التعادل. نعم. ومع ذلك لاعبتنا لم يعترضوا. نعم. ولاعبتنا لن يعترضوا، وهيكون بس تركيزهم في المباراه. نعم. فاحنا بنطالب بده، لان يعني احنا برضه يا استاذ محمد نادي كبير. نعم. وعاوزين نحافظ على الموجود بتاعنا. طب هل ارسلت رسم لاتحاد الكره بشان حكام اجانب المباراه المقبله؟
ارسلت رسمي خطاب رسمي، وبكره قبل الدور هستلم الشيك بالمبلغ ان شاء الله. طب خليك معايا يا استاذ كامل، معايا كابتن محمد حسام على التليفون الناحيه الثانيه. كابتن حسام مساء الخير. اهلا يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، مفيش مشكله. استاذ كامل كل سنه وانتم طيبين جميعا. كل سنه وانت طيب يا كابتن. اهلا بيك يا حبيبي، ازي صحتك؟ ربنا يخليك. الله يخليك يا كابتن. كابتن حسام، لجنه الحكام لا تمانع في استقدام حكام اجانب لمباراه المصري والزمالك على حسب طلب نادي المصري. بص يا ابو حميد، هو الاستاذ كامل قال لك فعلا، وكان الاتفاق بين كنا متواجدين، كان الكابتن هاني وكابتن سمير وانا وهو. نعم. واتناقشنا تماما في موضوع الحكام الاجانب لما كان الفتره اللي فاتت، وقال انا ثقتي في حكام مصر الحمد لله، واعتقد ان احنا الحمد لله عند حسن 10 على 10 يا كابتن. الله يبارك فيك يا فندم، ربنا يخليك. وبعدين هو طلب وقال ان الماتشات الحساسه والهامه اطلب حكام. طبعا الاتحاد الكوره ما اعتقدش بيمانع في هذا الكلام، لان احنا ملناش مصلحه في ان ما نجيبش حكام اجانب، بالعكس. لما يطلب في كالمعتاد في ماتشات الاهلي او ماتشات الاهلي والزمالك الاسماعيلي حاجه كده، كابتن هاني وكابتن سمير يوميها قالوا اطلاقا ما فيش مشكله، وفعلا احنا بننفذ ما اتفقنا عليه ولن نمانع. وهو مذكورا قال لك بعد جواب، وهيبعت الشيك بكره ان شاء الله، علشان ان شاء الله نبتدي اتصالات، وان شاء الله يكونوا حكام عند حسن ظن. وعلى فكره احنا في اتفاقيه لتبادل الحكام بيننا وبين احدى الشركات الراعيه ووكيله للفيفا، وفي حكام موجودين في مصر اللي من الاكوادور، لكن احنا هنجيب له حكام مخصوص من اوروبا بناء على طلبه، ولما ابدا الاستعداد بشرط ان مجلس اداره الاتحاد يوافق وعشان ننفذ على طول. تمام، اذا مفيش مشكله يا سيد كامل. اطلاقا مفيش. لا، ودي الروح اللي انا بقول لسيادتك اهو. انا يعني بامانه هذا العام يعني انا شايف ان في اختلاف كبير جدا، وفي يعني كلنا في انضباط. ممكن الحكم بيغلط في الشوط، طبيعي جدا. خطا في الدنيا عادي جدا. ولكن انا في مباراه الاهلي والمصري في القاهره الحكم البلجيكي عالي جدا، لكن غلط حكم في العالم. تمام يعني عادي جدا. عموما سيد، عشان ولادنا يركزوا في المباراه وما يحصلش اي شيء، وهم كده اللاعبين ما لهمش حجه بقى، عايزين المصري ياخد بطولات ان شاء الله السنه دي يا رب. الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. سيد كامل ابو علي كان معنا من المغرب رئيس النادي المصري.